ازيكم فنانين في قناة كتالوج الفن، وفي تاني محاضرات الكورس الشامل اللي هنزله بشكل مجاني على اليوتيوب. المحاضرة اللي فاتت اتعلمنا شوية تمارين نعملها. بالمناسبة معلش أنا اتأخرت في تنزيل المحاضرة التانية جدا. المفروض بنزل محاضرتين في الأسبوع، بس دخول الكليات ولخبطة الجدول والتظبيط والحاجات دي يعني خدت من وقتي كتير. فهحاول قدر الإمكان إن أنا يعني معطلكوش تاني، عشان فعلا توصلوا للمستوى اللي عايزينه في أقرب وقت. مش في أقرب وقت أوي، أنا قلت الكورس هيكون مدته 3 أو 4 شهور، بس فعلا بعد ال3 أو 4 شهور دول هتكون في مستوى كويس جدا جدا. اتعلمنا في المحاضرة الأولى شوية تمارين هنعملها، المفروض إنكم بتعملوها لحد ما المحاضرة دي تنزل. وتعلمنا إزاي ندرج بالقلم، وتعلمنا إزاي نقيم نفسنا، وإزاي يعني نختبر نفسنا أو نحل مشاكل. عامة أنا قلتلكوا على مدار الكورس كله أي مشكلة حرفيا تواجهكوا رقمي في الديسكريبشن تحت. الجروب التليجرام ده معمول مخصص ليكوا انتوا كقناة كتالوج الفن يعني، أو المشتركين اللي فيها. الجروب برايفت، هيكون ده يعتبر المجتمع بتاعنا احنا اللي بنتكلم عليه ونتشارك عليه كل حاجة. وباقي السوشيال ميديا طبعا بتاعتي برضو موجودة في الديسكريبشن تحت، اللينكات دي كلها سايبها، خدوا فيها لفة يعني. وجروب التليجرام أي حاجة تقابلك يعني على مدار، سواء حاجة جوه الكورس أو حاجة بره الكورس ليها علاقة بالرسم أو بالفن عامة، أي حاجة مثلا، أي أدوات محتاجها، أي أدوات محتار تجيبها، أي حاجة مش عارف تعملها مثلا، مش عارف تنفذها على الورق، عايز يعني تستشير في حاجة رسمة عملتها فعايز تشوف الأخطاء اللي فيها، أي حاجة أي حاجة، ما تترددش إنك تبعت سواء على الجروب التليجرام أو على الرقم الواتس. طيب في المحاضرة دي هنبدأ. أنا زي ما قلت في المحاضرة الأولى إن لمدة 3 أو 4 محاضرات هيكون في أول المحاضرة دقيقتين بس، يعني تدريب أو تمرين تعمله لحد المحاضرة اللي بعدها، أو تمشي إيدك بيه. أنا المحاضرة اللي فاتت كان جزء كبير شوية لأن ده كان الأساس، لكن المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية ويمكن اللي بعدها هتكون تمارين بسيطة خالص. هم تمارينين بس هنكررهم أو هنعملهم هيساعدونا سواء في المحاضرة دي أو في المحاضرات الجاية. عامة ده أول تمرين، هنفضل نعمل يعني أكننا بنرسم سوستة أو سلك، اللي هي السوستة عادي، السوستة بتاعة القلم مثلا اللي بتكون في القلم، أو بتاعة الألعاب اللي هي بتكون شكلها عامل كده. هنفضل نكررها كتير، ونحاول قدر الإمكان إن نخليها متساوية، يعني نحاول نخلي الخط من فوق، يعني بدايتها من فوق ونهايتها من تحت تكون متساوية. تمام، اللي هو كده. لو جينا مثلا عملنا خط من فوق وخط من تحت يكونوا متساويين. تمام. تاني تمرين، وده بقى يعني هياخد شوية وقت. تمام، هتقعدوا تنقطوا 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 لحد ما تتنقطوا، يعني بعد الشر، بس التنقيط ده هينفعك كتير جدا يعني. تتصورش النقطة دي، كل نقطة دول يعني. أنا مش هتكلم بجد، عشان الموضوع على قد ما هو متعب على قد ما هو ممتع يعني. في ناس بتظلل رسمة كاملة بالنقط. تمام، ودي من طرق التظليل اللي هناخدها في المحاضرة دي. طيب أما بالنسبة لمحاضرة النهاردة، فهناخد طرق التظليل، ده هنقسمه 6 كده. أول طريقة دي بقى كانت من ضمن التمارين اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، فعرفتوا إن أنا ليه بقول لكم إن التمارين مهمة وإنكم تعملوها ما بين محاضرة والتانية وتمشوا إيديكوا بيها. انت كده طبعا يعني موسع المسافات، لكن لو انت بتظلل مثلا هتعمل كده على حسب يعني مكان الضوء والظل. يعني انت لو عايز تعمل مكان مثلا للضوء فهتخليها واسعة بالشكل ده، عايز تعمل مكان تظليل يعني للظل فهتخليها بالمنظر ده. تمام، فدي أول طريقة. واسمها الهاتش، بتظلل بطريقة الهاتش. تاني طريقة هي شبهها بالظبط، لكن بتبقى عكس بعض، يعني خطوط مايلة الناحية دي.
وخطوط عكسها الناحية التانية، نفس الطريقة. بس دي طبعًا يعني أنت لو عوزت تتقِّل هنا في التظليل هتستعمل الcross hatch، لو أنت عايز التظليل يكون خفيف هتستعمل الhatch بس، عايز تتقِّله يعني هنا أنا لو عايز أتقِّل هاعمل كده. تمام. كل ما تحب عامةً تتقِّل في التظليل في الهاتش عامةً، لإن مش شرط يكون خطوط مايلة، ممكن تكون خطوط أفقية كده. تمام. أو طولية كده. هو في يعني كله بيشرحها بالطريقة إن هي لازم تكون كده، بس أنت فعليًا لما بتيجي هي الطريقة نفسها كده صح، أنا ما باقولش إن هي غلط، لكن لما بتعوز تتقِّل بتكرر طبقات بزوايا مختلفة، يعني مرة هتعملها بالعرض، مرة بالطول. تمام. ده لما بتعوز تتقِّل النوعين دول من التظليل. نفس الكلام برضه هنا، حبينا نتقِّل فهنزوّد طبقات تظليل بس بزوايا مختلفة، يعني لو أنا جِبتها بزاوية مايلة، لأ هاعملها بزاوية مستقيمة، بزاوية 90، كده هتفضل تزوّد في طبقات بزوايا مختلفة. تاني طريقة دي الcross hatch. أنا مش عارف أكتب عشان مش متملِّك ال يعني تصوير الring light على شمالي وأنا قاعد على يمينها، فأنا باكتب من اليمين يعني باكتب بإيدي اليمين، فصعب إن أنا أتملِّك بالشمال خالص أو إن أنا أكتب ناحية الشمال. طيب تالت طريقة تظليل وهي التونل، ودي بنستخدم فيها القلم بس مش بخطوط، لأ بشكل عشوائي، يعني مش بشكل عشوائي، التظليل الطبيعي اللي كلنا بنظلله، اللي هو بنفضل ماسكين القلم ونقعد نروح ونيجي كده على الورقة. طبعا دي مش محتاج أقول أماكن الضوء تظللوها فيها ازاي وأماكن الظل، يعني انت اللي بتتحكم هنا في درجة الخفة بتاعة القلم. وده اللي اتعلمنا في المحاضرة الأولى إن إحنا ندرج بقلم واحد، بحيث إن إحنا القلم نتحكم فيه بالدرجات الخفيفة أو التقيلة. شايفين الربط؟ يعني شايفين يعني اللي عايز أوصله لكم إن كل حاجة أنا بقولها في المحاضرة بيكون مترتب عليها المحاضرات اللي بعدها، وعامة بيكون مترتب عليها مشوارك كله، يعني طريقك الفني كله بيكون مترتب على كل خطوة من دول. فأنا ماشي معاك بطريق ممنهج بخطوات حرفيا، فما تستهونش خالص بالموضوع، حاول إنك تتابع المحاضرات. لو ما شفتش المحاضرة الأولى فارجع شوفها، لو شفتني في المحاضرة العشرين ارجع شوف ال19 وال18 وال17 وكله. رابع طريقة تظليل وهي الستيتل. دي يعني دي شبه دي اللي هتجيب لكم النقطة، يعني عامة هتفضلوا تنقطوا، بس طبعا تنقيط عشوائي يعني بشكل مرتب، ده التمرين اللي هتعملوه، لكن التظليل نفسه هيبقى بشكل عشوائي كده. يعني بجد كملوا انتوا المربع كله. تمام. انا ما عنديش استعداد يعني اكمله عشان وقت الفيديو مش اكتر، يعني عشان المحاضرة ما تبقاش ساعة، عشان المربع ده بس يتملى. لازم تتعود تنقط. بتوع فنون جميلة على فكرة يعني اكيد بتشوفوا الفيديوهات بتاعتهم بيعانوا من موضوع التنقيط. فانت لو فعلا ناوي تدخل فنون فحاول، او فعلا ناوي تبقى فنان عامة مش شرط فنون، فانت حاول تنقط، يعني نقط نقط بجد. خامس طريقة في التظليل وهي السكامبل. دي برضو يعني طريقة التظليل دي معتمدة على التمرين ده اللي عملناه فوق، إنك بتمسك القلم وبتقعد تعمل كده. شايفين اللي احنا عملناه فوق في التمرين بنعمله بس بقى على شكل أضيق شوية ومترابط أكتر، لأن ده تظليل. عايز طبعا تظلل الأماكن الفاتحة بتبدأ تخفف إيدك وتوسع شوية توسع شوية الدوائر عن بعض، يعني بص كده تكون كلها واحد. طيب سادس طريقة واحنا عملناها، اللي هي تالت طريقة، يعني تالت طريقة هي سادس طريقة بس بنستخدم فيها قلم التسييح اللي قلتلكوا عليه في الأدوات في المحاضرة اللي فاتت، وهي اللي اسمها دي. تمام. بنعمل نفس الطريقة دي هنا، نفس طريقة التظليل، لكن هنا بندمج اللي احنا عملناه ده، وهتشوفوا الفرق بين الاتنين يعني.
لما بتيجي تدمج بالقلم التسيح عامة، ما قلتلكوش استخدامه ازاي. بتدمج على شكل دائري يعني. تمام، شايفين الفرق بين دي وبين دي، مع ان الاتنين بنفس القلم والاتنين بنفس الطريقة، بس دي طريقة تظليل ودي طريقة. دي انت بتدمجها بقلم التسيح او بمنديل او بفرشة بأيا كان، بس قلم التسيح افضل يعني. فدول كده الست انواع بتوع التظليل. ما اعتقدش انك هتحتاج غيرهم. سواء هتظلل بالهاتش او بالكروس هاتش او بالتونال او بالستيتل او بالسكامبل او السمادي، اي طريقة من دول. بصوا دول كده الست طرق اهم، تمام، بأمثلة يعني عملية اهو. شكل التظليل بيكون عامل ازاي؟ ده مثلا شكل التظليل بالهاتش، شكل التظليل بالكروس هاتش، التونال نفس الشيء. تمام، فشايفين الفرق بينهم. ودول يعني الدرجة التقيلة اللي في المربع اللي على اليمين ده مثلا التظليل التقيل، اللي في النص متوسط، الخفيف، وهكذا في الباقي كله. ازاي تتقل وتخفف ما بينهم. تمام، فانا دي برضه هسيبها لكم اهي الصورة بتاعتهم، خدوها سكرين وخلوها. تمام، حاولوا تعملوا شبههم يعني، حاولوا تقلدوهم، او ده الشكل يعني اللي تطبقوا بيه طرق التظليل دي. طيب ايه اللي باقي كده في محاضرة النهاردة؟ هنتعلم بقى التدريج الصح للحاجات دي. يعني مثلا انا لو هدرج، يعني هنا كنت بقول لكم لو عايز تخفف حاول انك توسع شوية، لو حابب تتقل نفس الشيء هنا نفس الشيء هنا. طيب انا هعمل يعني مثال بس كده تشوفوه بطريقة من دول هنختارها. يعني مثلا ممكن اختار التونل مثلا، بحيث ان هي يعتبر اسهلهم شوية، وهعمل لكم بيها مثال. تمام، انا وريتكم كده كده الورقة بكل الحاجات دي، بس يعني هعلمكم ازاي تعملوها. دلوقتي احنا مثلا هنرسم دايرة. تمام، لما بنيجي نظلل الدايرة ما بنرسمش الدايرة كده بعد كده نقعد نظلل. انا هوريكم، هكمل تظليلها وهوريكم شكلها في الاخر، وهوريكم الفرق ما بينها وما بين اللي هعملها. تمام، ده باعتبار ان الضوء جاي كده، ده مكان الضوء اهو. تمام، وده مكان الظل. شايفين بقى دي؟ بصوا اللي جاية. والفيديو قطع بعد ما عملتها، فأنا مسحتها وهعملها تاني، أو ممكن نفكنا من دي خالص وهعمل واحدة تانية. طيب الغلطة اللي احنا عملناها هنا بقى في ايه؟ يعني انتوا شفتوا الفرق ما بينهم. طبعا احنا لما بنيجي نظلل او بنعمل منطقة دول ما بنحددش الاوتلاين تقيل كده ونظلل، فيطلع مكان الضوء. بص عامل ازاي يعني، باين قوي ان اوتلاين وجنبيه مكان ابيض. يعني بيبقى شكله، اديكوا شفتوا شكله عامل ازاي. تمام، لكن هنا انت بص الشكل يعني فعلا باين ان دي منطقة ضوء واقعية، يعني ما بترسمش او ما بتحددش الاوتلاين بشكل تقيل، ما بتحددش اوتلاين اصلا. انت بتظلل الشكل او بترسمه بشكل خفيف جدا وبتظلله. تمام، طبعا انا ظللته من غير ما ارسم الشكل، يعني ظللت دايرة من غير ما ارسم دايرة. ده برضو عشان التمرين بتاع المحاضرة الأولى، لما قلت لكم تخيلوا إن في شكل قدامكم بس من غير ما ترسموه، وتبدأوا إنكم تطلعوا خطوط منه. فأنت بالتالي الشكل أو قدرة التخيل عندك بقت عالية، بقيت تقدر إنك تتخيل الشكل قدامك. مش بس كده، أنت بتظلله من غير ما تشوفه، تمام، أو من غير ما ترسمه. فأنا يعني لحد دلوقتي أنا قاعد أثبت لكم أهمية المحاضرة الأولى وأهمية اللي اتقال فيها، وقد إيه كل حاجة مترتبة على التانية، وقد إيه كل حاجة مربوطة ببعض، وإن أنا ماشي بشكل يعني أو بخطوات ممنهجة. فأنت لازم تتابع فعلا الكورس ده من أوله لآخره لو فعلا عايز توصل لمستوى كويس جدا. ووريتكم مستواي برضو اللي وصلت له في المحاضرة اللي فاتت. تمام، وده برضو شكلها يعني هنا أوضح من هنا بعيد أوي. بصوا كده حاولت أوضحها، يعني حاولت أقربها شوية عشان توضح، لأن هي في السكتش يعني أوضح من كده بكتير. تمام، لكن هنا عشان الكاميرا بعيدة فكانت مش باينة. لكن بصوا كده الاختلاف أهو. وباختصار كده أي رسمة أو أي تظليل عامة هيكون مكون من 3 حاجات: منطقة ضوء، ومنطقة ظل،
ومنطقة ما بينهم. تمام. منطقة الضوء بيكون شكلها كده، بتكون أفتح، يعني أفتح حاجة أنت ممكن توصل لها. تمام. منطقة الظل بتكون طبعا غامقة، وما بينهم اللي هي درجة الرمادي بقى، أو زي ما نقول يعني حاجة ما بينهم، مش فاتحة ومش غامقة، اللي هي الدرجة الوسط اللي هي هنا، اللي هي دي كده. تمام. ودي منطقة الضوء، ودي منطقة الظل. أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة. دول التلات حاجات اللي أنا بتكلم فيهم. ناقصها بس في المحاضرة إننا نعمل تطبيق عملي بسيط، يعني أو سكتش سريع. آه، كشكل مثلا طبيعة صامتة، يعني ممكن نعمل اسطوانة. طيب، وده كده شكلها، شايفين أدي زي ما قلنا منطقة واحد واتنين وتلاتة. دي واحد، دي اتنين، دي تلاتة. دي واحد، دي اتنين، دي تلاتة. فأي تظليل انت هتظلله في ضوء وظل هيكون من التلات مناطق دول: منطقة الضوء، منطقة الظل، والمنطقة الوسط اللي ما بينهم. طيب، حابب أوريكم مثال عملي. اهو شايفين، يعني ده هنا مرسمناش الظل بتاع الشكل. تمام، بس هو هيكون كده لأن الضوء جاي كده. المهم، ده كده الظل اهو بتاع الشكل. طيب، في الشكل نفسه، تمام، ادي منطقة الضوء اللي هي افتح جزء في الرسمة، او في الجومة. تمام. ودي منطقة الظل، هي اغمق حتة، يعني دي منطقة واحد. لو هنرقمها، دي منطقة واحد، ودي منطقة تلاتة، دي منطقة اتنين اللي هي في النص دي. تمام. دي اهي منطقة اتنين، ولا فاتحة زي دي ولا غامقة زي دي. دي كده بالظبط منطقة اتنين. تمام. حركنا الضوء كده جاي من بعيد، نفس الشيء. ادي منطقة واحد اللي هي افتح جزء، منطقة اتنين، منطقة تلاتة. فأي شكل انت هتعمله هو نفس الشيء: واحد، اتنين، تلاتة. طبعا على حسب الشكل، يعني أنا هنا عشان دايس عليها من النص، فهنا شايف ده أفتح جزء لأن ده المقابل للضوء على طول. ده الجزء اللي فوق، تمام، لأن أنا دايس عليها، فده جزء اللي فوق. فهو ده منطقة اتنين اللي مش مقابل للضوء، وفي نفس الوقت مش في الظل زي دي. تمام. فعلى حسب المجسم اللي انت بترسمه هتبدأ انك تظلله للتلات مناطق دول: منطقة الضوء، منطقة الوسط، منطقة الظل. كده احنا اتعلمنا ايه في المحاضرة دي؟ التمارين دي اللي برضه هتكررها مع تمارين المحاضرة الأولى، لأن زي ما انت شايف تمارين المحاضرة الأولى مع تمارين المحاضرة التانية. تمام. بتبدأ انك تستخدمهم أول بأول، يعني انت بتستخدمهم حاليا احنا استخدمناهم خلاص. تمام. فانت لازم انك ايدك تمشي عليهم عشان لما تيجي تستخدمهم يكون الموضوع سهل او بسيط، او ما تبقاش الموضوع معقد بالنسبة لك وايدك صعب ان هي تعمل الحاجات دي. فالتمارين دي اخدناها في المحاضرة: الست طرق بتوع التظليل، طريقة التظليل الصح، ومثال عملي بسيط، ومثال حي اللي عملته بالجومة هنا. متنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلك الإشعار التالت من الكورس بالمحاضرة التالتة. ومش بس الكورس، بنزل فيديوهات تانية متنوعة، مواضيع وحكايات ليها علاقة بالفن. ومتنساش تتابع برضو باقي السوشيال ميديا، سايب اللينكات في الديسكريبشن: انستجرام، بنترست، تيك توك. جروب التليجرام برضو ده اللي هنتواصل بيه زي ما قلت، ورقم الواتساب. كل اللينكات دي ولينك المحاضرة الأولى أنا هسيبه في الديسكريبشن تحت. ما تترددش إنك لو احتجت أي حاجة تبعت وتدخل جروب التليجرام، عشان قريب هبدأ إن أنا أفعله، وأبدأ إن أنا أتكلم عليه، ونبدأ إن احنا نتشارك في رسوماتنا اللي وصلنا ليه يعني. بس كده، أشوفكم في المحاضرة التالتة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.